النهارده الروتين اليومي بتاعي مش عندي، عند حماتي النهارده عامله لنا عزومه كده مع بعض. فاتجمعنا كلنا كده مع بعض، وابتديت الروتين اليومي بتاعي من بدري خالص عشان كانت الكميه كبيره، فابتديته بدري عشان اخلص بدري قبل ما اولادي يجوا من المدرسه. هنا هعمل صواني مكرونه. طبعا عزومه عند حماتي لازم مكرونه عشان اولادي بيحبوها. هنا ابتديت عملت كمية بصل كتير. البصل ده للكبدة، انا هعمل صواني مكرونة بالكبدة وصواني مكرونة باللحمة. في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده، فابتديت عملت كمية بصل كتير خالص في الكبة عشان الكبدة واللحمة والبسلة. النهاردة هطبخ بسلة. آه، حطيت الحلة بعد سبت اللحمة والكبدة يستوي لغاية وبعد كده عملت البصل بتاع البسلة. هنقلب كده كويس، وبعد كده احط التوابل في اللحمة والكبدة. انا عاملة حوالي 3 كيلو لحمة زي ما انتوا شايفين. حطيت كيلو ولسه احط الاتنين التانيين. فبعد كده لقيت الصينية مش اللي انا حطاها بقى بعصق فيها اللحمة صغيرة، فحطيتها في حلة كبيرة. بعد كده نحط التوابل. حطيت كزبرة ناشفة والملح والفلفل الاسود في اللحمة وفي الكبدة، وسايبة البصل يستوي براحته. انا مش بحمر البصل كويس اي طبيخ احمر او في صلصة مش بحمرها كويس، يعني يديها اللون الذهبي كده عشان تكون خفيفة. اهو بنقلب الكبدة وبنقلب اللحمة ايدينا في كل على البوتاجاز، بنراعي كله. زي ما انتوا شايفين اهو حولت الصينية، حطيتها في الحلة لان كمية اللحمة كتير. ولغاية ما تستوي اللحمة والكبدة بكون مجهزة الصلصة بتاعة البسلة. انا حطيت البصل يستوي بخليه لون ذهبي زي ما قلنا قبل كده، وبعد كده بكون مجهزة الصلصة. هنحط الصلصة ونسيبها تتسبك براحتها، بس بنضيف التوابل فلفل اسود وكزبرة ناشفة للصلصة، وبنسيبها تستوي وتتسبك براحتها. بعد كده ابتديت اجهز للبشاميل. طبعا كمية البشاميل كتير خالص، يعني انا عملت بدون اي مقدار، يعني ما ظبطتش ايدي، يعني انا عارفة ايه الكمية اللي انا عايزاها، فكترت البشاميل. انا عملت حوالي نص كيلو دقيق هنا لان الكمية كبيرة معايا. هنا بقلبها كويس، وبعد كده زودت شوية عشان حسيت ان هيكونوا مش كفاية لصواني المكرونة. هنقلب كويس وهضيف شوية زيت، ممكن تحط شوية زبدة او سمنة، بس انا اغلبية الاكل بتاعي بالزيت، زيت ذرة لان خفيف على المعدة. هنا اللحمة بتستوي اهو. وبعد كده بعمل البشاميل اللي هجهزه لغاية ما تستوي اللحمة، وانا كنت مجهزة الصلصة بتاعة البسلة. زودت شوية دقيق وشوية زيت تاني، وهنستمر نقلب في الدقيق لغاية ما الدقيق بيطلع له ريحة كده حلوة، بتكون اتحمص خلاص. هي كمية كبيرة، فعشان كده كمية البشاميل كبيرة خالص. انا عملت حوالي نص كيلو دقيق وزودت شوية بعد كده، حسيته هيكون مش كتير، يعني مش هيكفي صواني البشاميل. هستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين اهو. وبعد كده هبتدي اضيف الشوربة واضيف اللبن. هستمر في التقليب. لازم البشاميل ده يكون ايدك على طول فيه، عشان ممكن ممكن يتحرق ويكون طعمه البشاميل ممرر كده. نستمر في التقليب على طول، هي عشان كمية كبيرة بيكون التقليب بتاعه صعب. بعد كده انا هضيف الاول الشوربة وبعد كده هضيف اللبن. خد كمية شوربة ولبن كتير وكان طعمه حلو.
طعمه حلو خالص. اهو ابتديت اضيف الشوربة. طبعا كل ما بتضيف الشوربة او اللبن الدقيق بيتجمد كده وتحاولي تفكيه بعد كده ابتدي ازود لغاية ما اظبط البشاميل كويس. هضيف تاني برضو واضيف اللبن. وبعد كده انا مش بقلب بايدي، بضرب بالهاند بلندر، بيكون سهل وسهل جدا وبيسهل عليا البشاميل وما بيخليش اي حاجة في الدقيق تكلكع كده. هنا بس اتلدع مني الدقيق حبة، بس هضرب الهاند بلندر بيسهل عليا خالص. كل ما بضيف الشوربة او اللبن الدقيق بيكلكع كده معانا، بس يفك نزود لغاية ما بنظبط البشاميل كويس. هنا عشان كمية كبيرة، كمية البشاميل كبيرة، الهاند بلندر بيسهل علينا خالص خالص بجد في البشاميل. هزود واستمر في الضرب بالهاند بلندر لغاية ما يظبط البشاميل معانا. انا كنت عاملة حلة كبيرة البشاميل، لاني عملت حوالي 7 صواني او 8 صواني مكرونة. اهو ابتدى يتظبط، زي شايفين الهاند بلندر بيسهل عليا كتير كتير بجد في موضوع البشاميل ده. هخليه يستوي، ازود البهارات ويستوي براحته. بعد كده بجيب البشاميل وبكبه على كمية المكرونة كلها زي ما انتوا شايفين، وبنقلبه كده كويس. انا قسمت هنا المكرونة على جزئين لان الكمية كبيرة. حطيت هنا البشاميل وبقلب كده كويس فيه كله، الكمية كلها. وبس اعمل حسابي ان اسيب جزء البشاميل اللي الصينية من تحت ومن فوق، ما بنحطش البشاميل كله. بعد ما اقلب كويس بحط جزء في البشاميل الصينية من تحت. وهنا الصينية دي عملتها باللحمة. حطيت المكرونة جزء بس، ما اللي صورته ما بانش هنا، ما ظهرش. حطيت جزء من المكرونة من تحت وفي النص اللحمة. وبعد كده حطيت الطبقة الأخيرة دي. هجهز الصواني كلها وبعد كده بنغطيها بالبشاميل والبيض. بس انا قبل ما بحط في الصينية بتاعت المكرونة بجيب جزء من اللحمة واقلبها في المكرونة، بنقلبها كلها في المكرونة. هنا عملت حوالي 3 صواني باللحمة والباقي بالكبدة. اهو الصينية التانية زي ما انتوا شايفين اهو. فردت جزء من المكرونة من تحت، وبعد كده حطيت اللحمة في النص، وبعد كده هنغطيها بالمكرونة. هي طعمها باللحمة او الكبدة الاتنين كانوا حلوين، بس هي على حسب المزاج، في ناس بيحبوها باللحمة وفي ناس بيحبوها بالمكرونة. هنحط الجزء التاني اهو، هنغطي اللحمة كده. خلصنا اللي باللحمة وبعد كده هبتدي اعمل اللي بالكبدة. هنساوي اهو. هجهز الصواني كلها وبعد كده ابتدي اغطيها بالبشاميل عشان نحطها في الفرن كلها كده مع بعض. هي المكرونة هي اللي خدت وقت كبير معانا. انتوا عارفين المكرونة بتاخد وقت ومواعين كتير، طبعا كتير كتير بتتغسل بعد كده. المكرونة اصعب شوية من صواني الجلاش. الجلاش اسهل. انا افضل الجلاش، بس ولادي بيحبوا المكرونة فعشان كده عملنا المكرونة النهاردة. كده تمام. وهنبتدي بعد كده نجهز صواني المكرونة بالكبدة. بجد جربوها، جميلة خالص. وكبدة الفراخ مش الجميلة جميلة، مش الكبدة العجالي. هنا حطيت كمية الكبدة كلها على المكرونة، بنقلبها هنا كويس.
انا مش بحط في النص، بحط الكبدة في المكرونة كلها، بيديها طعم فظيع فظيع. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. بجيب الكبدة كلها يعني وبنقلبها في المكرونة بالبشاميل كله. اقلب كويس عشان كله يدخل في بعضه. وبعد كده بجهز الصواني. طعمها حلو، والكبدة بتاع كل مكرونية بتاخد طعم الكبدة، عشان كده بيكون طعمها لذيذ وجميل خالص. فاحنا الاغلبية بيحب اللي بالكبدة. بعد كده هبتدي نعمل الصواني واجهزها كويس، وابتدي اجهز الطبقة اللي هنحطها من فوق. هنا معانا جزء من البشاميل اللي انا سبته، هنحط ليه شوية بقسماط، معلقتين بقسماط والبيض. انا حطيت حوالي 5 بيضات لان الكمية كبيرة. بسم الله ما شاء الله، يعني النهاردة الغدا كان جامد كده وعجب الكل. حطيت البيض وبعد كده نقلب كويس البشاميل بالبقسماط بالبيض، بيديها لون جميل خالص. احيانا انا بعمل البقسماط والبشاميل بس على الوش، وبيكون لونها جميل ومش بنحتاج البيضة. بس انا هنا زودت 5 بيضات على البقسماط والبيض، وغطيت الصواني كلها من فوق كده، وكان لونها جميل جدا بعد ما طلعت من الفرن. زي ما انتوا شايفين اهو كمية الصواني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كمية حلوة النهاردة. غطيت الخلطة اللي احنا عملناها دي على المكرونة. انا بفضل البقسماط بالبيض بالبقسماط والبيض والبشاميل مع بعض، عشان الوش يكون طري كده ما يكونش ناشف. في ناس كتير ما بتحبش البيض على المكرونة لان المكرونة بتكون ناشفة من فوق. بس هنا دي بتكون طريقة جدا الخلطة دي في صينية المكرونة من فوق. بعد كده بدخلهم كلهم الفرن. بعد كده نمسك البسلة. احنا جهزت انا الصلصة والصلصة والسبكت اثناء ما كنت بحضر العصاج اللحمة. حطيت البسلة والجزر اهو زي ما انتوا شايفين. ده اللي جايباه من المجمد، البسلة بتاعت في نوع اكياس كده للخضروات المجمدة اللي هي اسمها بسمة. بجد هي دي اللي بتعجبني خالص في الملوخية او البسلة او الفاصوليا الخضراء. بيكون طعمها حلو وتخزينها كده تحسوه طازة. هنا بضيف له البطاطس، اولادي بيحبوها كده، البسلة والجزر والبطاطس. في ناس بتضيف البطاطس وفي ناس لا. انتوا جربوا اكياس بسمة دي بجد بتعجبني، حتى في الملوخية بتكون جميلة جدا ولونها اخضر خالص. وهنا البسلة تحسها طازة كده جميلة يعني مش مجمدة. بعد ما خلصت البسلة كنت عاملة ملوخية خضراء ومحضراها قبلها بيوم وغسلاها كويس. وبعد كده استوت اهو. حطيت التوم عليها، شايفين شكل الملوخية حاجة كده روعة. وطبعا في بسلة وفي ملوخية لازم الرز، انا عملت رز اصفر عشان البسلة. شايفين شكل الملوخية، وكان طعمها تحفة خالص. يا رب النهاردة الاكل يعجبكم يا رب. بجد كان كله جميل جدا وحلو وعجب اولادي وعجبنا كلنا. شايفين شكل الصواني المكرونة ولونها تحفة خالص، وطرية خالص من فوق كده، يعني مش مفيهاش، هي مقرمشة بس مش القرمشة الزيادة. طعمها حلو كده، لاني بحس البيض لوحده بتنشف. فالطريقة دي بتعجبني وبيكون طرية خالص. شايفين الكمية بسم الله ما شاء الله اهو. واستوت البسلة وجهزت الملوخية وجهزت الرز. كان كله جاهز على الساعة 12:30 كده، كان كله جاهز قبل ما اولادي يرجعوا من المدرسة. بعد كده عملت رز اصفر اهو. البسلة طعمها تحفة تحفة.
والملوخية حاجة كده تفتح النفس، طعمها كان حكاية. وعملت زي ما قلت لكم برز اصفر عشان البسلة بيحبوا الرز مع البسلة. وحمرت اللحمة استوت وحمرتها كلها كده، وجهزنا الاكل والسفرة. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، والى اللقاء في مرة تانية.